مجدي وهبة تزوج مرة واحدة وأنجب بنت وحيدة ومحطات من حياته متى توفي. ولد مجدي وهبة عام 1944 في محافظة بني سويف. كان مجدي يحب الإلقاء في الإذاعة المدرسية ويشترك في النشاط المسرحي حتى المرحلة الثانوية، ولكنه كان يحب أيضا مهنة الطيران، وبمجرد انتهائه من المرحلة الثانوية قدم لدراسة الطيران ولكن تم رفضه ليقرر دراسة الفنون المسرحية ويتخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1967. كانت بدايته الفنية وهو طالب بالمعهد، وقدم أكثر من فيلم في دور ضابط الشرطة، ولكن بمرور الوقت تغيرت طبيعة أدواره فصار يقدم شخصية البلطجي أو الشرير أكثر. قدم مجدي وهبة حوالي 115 عمل فني، ولعل أشهر أدواره دور خيري في فيلم حلف الأبهة عام 1990 مع عادل إمام. أما عن حياته الشخصية فقد كان مجدي وهبة بارا جدا بوالدته، وخاصة أنها هي التي قامت بتربيته بمفردها بعد وفاة والده، ومجدي كان لا يزال صغيرا. تزوج مجدي وهبة مرة واحدة بعد قصة حب قوية من سيدة خارج الوسط الفني وهي ابنة عم الملكة نريمان، وأنجب بنت وحيدة هي منال. وقد قالت منال عن والدها إنه كان طيب جدا وكان بمثابة الصديق لها، تحكي له كل أسرارها. تعرض مجدي وهبة مرتين للاتهام في قضيتين مخدرات، ولكنه حصل على البراءة في القضيتين. في فبراير عام 1990 ذهب مجدي وهبة إلى الغردقة لحضور حفل زفاف الفنانة شريهان من رجل الأعمال علال الفاسي، ولكنه توفي فجأة، وكان سبب الوفاة هو أزمة قلبية حادة عن عمر 46 عاما.